شكون بحالي ما كانش عارف باللي القطب الجنوبي ما هو الا جزء من القاره السابعه واللي سميتها انتاركتيكا، واللي ممنوع اي واحد منا يدخل ليها بلا ترخيص خاص. وعلاش بعض الدول حاولت تسيطر على منطقه ما فيها لا بترول لا ذهب غير الثلج؟ وشنو علاقه هتلر بها؟ اليوم غادي نفتحوا واحد من اغرب الملفات الغامضه في العالم. خليكم معايا نقول لكم اش كاين. بسم الله على بركه الله. انتاركتيكا المعروفه بالقاره البيضاء واللي كاينه في اقصى جنوب الكره الارضيه كتشكل تقريبا 10% من اليابسه في الارض. مساحتها كتفوق 14 مليون كيلومتر مربع ومغطيه بالجليد بنسبه 98%، الشيء اللي كيخليها اكبر صحراء جليديه في العالم واكبر قاره متجمده على طول العام. حتى واحد ما يقدر يعيش تما بسبب الظروف المناخيه القاسيه، واللي درجه الحراره تقدر تهبط لناقص 60 درجه مئويه تحت الصفر. ولنفترض ان شي واحد خدا الترخيص وبغى يمشي تما سياحه، بالضبط هذيك البقعه ما كينطبقش عليها المثل المشهور كل الطرق تؤدي الى روما، حيت باش توصل لتما كاينين غير جوج ديال الطرق، البحري او الجوي. واغلبيه الرحلات كيكونوا يا من اوشوايا اللي في الارجنتين او تشيلي عن طريق البحر بواسطه سفينه سياحيه وكدير 14 يوم ذهابا وايابا. وهاد السفن كيرساو غير في الجزء الفوقاني من القطب الجنوبي، يا اما عن طريق جنوب افريقيا اللي كتقدم رحلات جويه فقط وهي الاصعب، بحيث الرحله كتكون ما بين 5 حتى 6 ديال السوايع باش توصل لحافه القطب. هاد القاره كانت مجهوله تقريبا حتى القرن 19، والمستكشفون الاوائل بحال الروس وجيمس كوك كانوا اول من حاولوا يفهموا الطبيعه ديال ديك البلاصه، ولكن كان واضح باللي ماشي كاي منطقه جغرافيه على الكوكب، وانما كانت لغز. وفي القرن 20 بدات كتجذب العلماء والمغامرين، ومنين بدات الحرب العالميه الثانيه خرجوا شائعات غريبه على قواعد سريه، تكنولوجيا متطوره وحتى حضارات مخفيه تحت الجليد. وهنا غادي يدخل اسم ادولف هتلر على الخط، بحيث في الثلاثينات من القرن الفايت المانيا النازيه كانت في اوج القوه ديالها، وهتلر زعيم الرايخ الثالث كانت عنده طموحات كبيره من بينها استعمار مناطق جديده، الشيء اللي خلاهم ينظموا سنه 1938 بعثه سريه تحت اسم نيو شوابينلاند. الهدف ديالها هو استكشاف قاره وتامين حقوق الالمانيين، ولكن بحسب بعض النظريات البعثه ما كانتش غير استكشافيه، وانما النازيين مشاو باش يبنيو قاعده سريه تحت الجليد وهي القاعده 211، والغرض منها تطوير تكنولوجيا بحال اطباق الطائره وحتى اخفاء كبار النازيين في حاله انهزموا في الحرب. وكيف ما كنعرفوا في عام 1945 خرجوا الالمان من الحرب العالميه الثانيه خاسرين. وهنا كاين اللي قال باللي هتلر هرب لانتاركتيكا وما انتحرش برلين، وخصوصا ملي ما لقاوش الجثه ديالو. والتحقيقات الامريكيه والبريطانيه شككوا في هذه القصه واكدوا باللي الهدف من وراء هذه البعثه كان لنقل وثائق وصافي. وهنا كيتطرح السؤال، واش فعلا هتلر والحاشيه ديالو هربوا لتما اولا غير هضره؟ المهم كاينين مؤرخين كيقولوا باللي الزعيم النازي انتحر نهار 30 ابريل 1945 واعتمدوا على شهاده الطيار ديالو الخاص فقط. ولكن كتبقى الاشاعات على قاعده نازيه في انتاركتيكا محل جدل، خصوصا ملي اكتشفوا كهوف تحت الجليد فيهم هواء دافئ، وهذا الشيء اللي كيعزز فكره ان النازيين كانوا كيخبيو شي حاجه كبيره. ايوا الامريكان غير سمعت هذا الشيء سنات حتى سالت الحرب، وهي تصيفط بعثه في عام 1946 سميتها هاي جامب بقياده الجنرال ريتشارد بيرد ضابط بحري امريكي. ولكن علاش بعثه عسكريه؟ علاش صيفطوا جيش كامل 13 سفينه 33 طياره و4700 جندي؟ قبل ما نحلوا هذا الملف الخطير خذوا دقيقه واشتركوا في القناه وخليوا لي لايك. ايوا يا سيادنا، في الروايه الرسميه ديال البعثه كان الهدف منها هو تدريب عسكري واستكشاف علمي، وبيناتنا الامريكان مشاو غير يشوفوا اش كانوا كيديروا الالمان تما. والغريب في الامر ان هذا الاسطول مشى لانتاركتيكا وكانوا معولين يجلسوا 6 شهور باش يلاه يشوفوا شنو كاين. ساعه كملوا غير شهرين وهما يتموا راجعين. وصرحات البحريه الامريكيه وقالت باللي الظروف المناخيه صعيبه بزاف وكانت خطر على الطاقم، غير هو في الحقيقه ان البعثه واجهت شي حاجه غير متوقعه، وخصوصا بعد ما صرح الجنرال بيرد وقال باللي الولايات المتحده خاصها تكون مستعده لمواجهه عدو جديد يقدر يهجم من القطب بسرعات خياليه. واللي زاد الامر غرابه تم التعيين ديالو كادميرال على البحريه، وهنا بداو الناس كيشكوا باللي هذه الترقيه ماشي مكافاه، وانما بغاو يسكتوه باش ما يقولش على شي حاجه شافها تما واللي ما خصش العالم يعرف. ومن بعد ما مات سنه 1945 بانت المذكرات ديالو كيعاود فيهم على رحله هاي جامب لانتاركتيكا. فاش مشى يستكشف المنطقه بالطائره ديالو قال باللي لقى فجوه تحت الجليد، ومنين دخل منها تفاجئ بعالم غريب تحت الارض فيه شمس داخليه وكائنات بلباس معدني وماشي بشر بحالنا، وكلموه على ضروره السلام وخطوره الاسلحه النوويه. وبطبيعه الحال الحكومه الامريكيه كذبت هادشي كامل وقالت باللي البعثه صيفطات الجيش باش يتدرب تحت ظروف مناخيه مختلفه وباش يجمعوا بيانات جغرافيه. ولكن من بعد ما اختفت مذكرات بيرد بشكل غامض كاين اللي قال القضيه فيها
انتهائنا، وخصوصا من بعد ما وقعوا بزاف ديال الدول على معاهدة أنتاركتيكا، وهي اتفاقية دولية دخلت حيز التنفيذ عام 1961، واللي كتمنع أي نشاط عسكري أو بناء قواعد، تدريبات عسكرية أو حتى يجربوا الأسلحة النووية في ديك البلاصة. واتفقوا أن المنطقة تبقى سلمية، والدول اللي وقعت المعاهدة عندهم الحق يجريو بحوث علمية. ولحد الآن كاينة 56 دولة اللي داخلة في هذه المعاهدة. وأخيرا واللي مأكدين منه هو أن أنتاركتيكا بقات لغز من الألغاز اللي يمكن يوم من الأيام الجليد يكشف لنا الأسرار. وشنو بان لكم انتم؟ واش بصح كاينين كائنات آخرين مشاركين معنا هذا الكوكب؟ شاركوني آراءكم في التعاليق. كانت معكم فاطمة الزهراء السنباطي من قناة أصداء التاريخ. نشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.